السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله انا هعمل معاكم العيش الفينو والعيش الكايزر بطريقة جميلة وسهلة جدا، بأمر الله هتعجبكم. انا المقادير بتاعتي هتكون عبارة عن كوبايتين من اللبن، كوباية زبادي، 3 معالق من السكر، 3 معالق من الزيت، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معايا معلقة ونص من الخل او معلقتين كبار من الخل، ده بيكون محسن خبز كويس جدا. معايا كيلو دقيق منخول. هي دي بس المقادير بتاعتنا. اول حاجه هنبتدي نعملها هنضيف المقادير الجافه مع بعض. والبيكنج باودر، بعد كده هضيف السكر. دلوقتي هقلب الحاجات الجافه مع بعض كويس بالشكل ده. كده خلاص احنا قلبنا الحاجات الجافه. هضيف عليهم كمان ذره ملح، بعد كده هبتدي اضيف الخل والزيت الزبادي، بعد كده اخر حاجه هنضيف اللبن. دلوقتي هنبتدي نعجن كل ده كويس جدا. انا دلوقتي هعجنه بايدي. ماما دي توته بنتي النهارده بتشاركني في طريقه عمل الفينو. ماما زي ما شايفين معايا العجينه ابتدت تلم بالشكل ده، شايفين عامله ازاي. انا فضلت اعجن فيها تقريبا 10 دقايق، فيها ميه خالص. ضفت بس كوبايتين اللبن. انت لو حابه تضيفي ميه ممكن تحطي كوبايه واحده بس من اللبن وتضيفي كوبايه ميه معاها. بس يا توته هي محتاجتش معايا ميه خالص هنا. دلوقتي انا هبتدي ان انا اغطيها واسيبها تخمر. دلوقتي انا خلاص غطيتها، هسيبها تخمر دلوقتي معاكم من نص ساعه لساعه لحد ما يتضاعف حجمها. هنسيبها تخمر وبعد ما تخمر هرجع لكم تاني. ده شكل العجينه بعد ما خمرت معانا. انا سبتها ساعه بالظبط. دلوقتي العجينه تضاعفت معايا، هبتدي بقى اشكلها دلوقتي معاكم. بسم الله. بسم الله. شايفين عامله ازاي. هنبتدي بقى نشكلها. بسم الله. يعني انا هحاول اعمل منها دلوقتي ايه كور كده، هكورها. انا ببتدي اشكل كور بالشكل ده. انا اول حاجه هعملها الكايزر، هبتدي ارصه معاكم. انا جبت الصينيه حطيت عليها ورق زبده، دهنتها بزيت قليل جدا. لو مفيش ورق زبده عادي ممكن تدهني الصينيه على طول. حط حاجه بسيطه بالفرشه كده زيت، بعد كده نبتدي نرص على العجينه بتاعتنا. دلوقتي انا هبتدي ارص الكايزر. انا عملت الكايزر. انا دلوقتي هغطيه واسيبه يخمر. هنبتدي دلوقتي نعمل الفينو مع بعض. اشكل الفينو. نعمل برضو ناخد كورة كده يعني بالحجم ده. نبتدي دلوقتي نفردها. دلوقتي انا عملت العجينة كور كده متساوية عشان الفينو كله يطلع متساوي قد بعضه. هبتدي دلوقتي افردها معاكم. بسم الله. يعني بنفردها كده لحد ما نخليها نص سنتي. نبتدي نعمل كده. نبتدي بقى نضربها بالشكل ده.
انا بحاول ان انا اقفلها من ورا كويس. بنحاول نقفلها كويس عشان العجينه ما تفتحش مننا تاني بعد ما تخمر، وبنقفل الطروف كده. بالشكل ده. انا خلصت كميه الفينو كلها. هبتدي دلوقتي اغطيه واسيبه يخمر نص ساعه. دلوقتي بعد ما العجينه بتاعتي خمرت نص ساعه، العجينه تضاعفت زي ما انتم شايفين. انا جبت دلوقتي معايا صفاره بيضه وعليها معلقه من اللبن وعليها رشه فانيليا بسيطه خالص. ابتدي اقلبهم مع بعض عشان ندهن بيهم وش الكايزر. طب في بديل؟ طبعا في بديل. ايه البديل؟ ممكن نجيب معلقه لبن او معلقتين من اللبن، عليهم رشه بسيطه من النسكافيه، ونقلبهم كويس وندهن بيهم برضو الوش. بيدي برضو نتيجه كويسه. ممكن نحط لبن بس افضل نتيجه مع صفاره البيض. خليه يحمر كويس، خلي الوش بتاعه شكله جميل. هنبتدي ندهن الوش بشويش خالص عشان خاطر العجينه بعد ما عليت كده مش عايزينها تهبط مننا تاني. احنا لو اتكينا عليها بالفرشه هتهبط تاني. بسيط كده. انا خلصت دلوقتي. انا هدخل الكايزر الفرن وهبتدي ادهن معاكم الفيرن برضو تضاعف معانا. هبتدي ادهنه. بالشكل ده. دلوقتي انا دهنت الفينو. هبتدي دلوقتي اضيف عليه سمسم. انا ضفت على الكايزر قبل ما ادخله الفرن. اضيف على الفينو كمان. دلوقتي انا خلاص حطيت السمسم. هبتدي ادخله الفرن وهرجع لكم تاني. انا دلوقتي طلعته من الفرن. شايفين شكله جامد ازاي؟ طعمه جميل جدا. بصوا عامل ازاي وطري جميل. دلوقتي انا المفروض ان انا اغطيه 10 دقايق عشان ما ينشفش معايا. اغطيه 10 دقايق، بعد كده هطلعه من الصاج وهوريه لكم تاني. دلوقتي انا سبته برد شويه وطلعته في الاطباق. شايفين عامل ازاي؟ مفيش اجمل من كده. سريع جدا، مخدش معايا وقت ولا مجهود خالص. عمل معايا كميه كويسه جدا. هو كيلو دقيق واحد اللي انا استخدمته. شايفين عمل معايا قد ايه؟ الطريقه بتاعتي تكون سهله وبسيطه وتعجبكم. واستنوني في فيديو جديد.